السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أكلتنا جميلة يا جماعة وخفيفة وسهلة كده وتعجبكم. معانا مكاريلا أو روسي، بس أهم حاجة تجيبي درجة أولى يكون أبيض كده ونضيفه جميل. نضفته. ومعانا كمان أشوف المكاريلا قلبه نضيف خالص وهو ما شاء الله لحمته بيضة، لأن المكاريلا ده يا جماعة درجات. دايما اللي بيكون قلبه أبيض كده ودرجة أولى تاخدي منه نتيجة كويسة أوي. عندي ده هقليه، وعندي فيه دي بسميها مثلا أمرة أو مثلجات أو زي ما بتسموها عندكم، أو بطاطا زي ما بتسموها. هقلي منها اللي أنا فاتحاه ده هقليه. تمام. وفي واحده مش مفتوحه خالص هشويها بقى، انا بحب السمك المقفول ده يكون مشوي برده بالرده كده. وعندي ده البوري، طبعا ده حجم وسط برده هنشويه مع بعض. وعندي كمان ايه بولت كبير فتحته، بس من غير ما شلت القشر بتاعه ولا الزعنف ولا حاجه، فتحته بس شلت البطن بتاعته. وهعمل له حشوه حلوه برده. تمام. وما شلتش خالص ليه اي قشر. طبعا السمك ده دواه الليمون وميه الرز. غسلت طبعا بعد ما نضفته وشطفته بميه الرز. غسلت الرز وحطيت ميته عليه. وطبعا جهزت له ليمون، اتعصر عليه الليمون. لو عندك معلقه دقيق حطها برده في الميه مع ميه الرز كده واغسلي بيها. وعصري عليه ليمون كويس. طبعا السمك يا جماعه ما بتنقعش. السمك ما بتنقعش في ميه. السمك عندك نضفيه كويس وخلاص. غسلت الرز اهو، وبحط له الملح بتاعه تبع كميه الرز المناسبه. الرز ولعت عليه على النار عاليه اهو، بدا يغلى. بحط له زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص في البدايه. الميه بس بتاعته والملح. بعد ما الرز عندي اتردد على نار هاديه كده لمده ربع ساعه او خمس، يعني من 12 دقيقه ل 15 دقيقه عندي. وحطيت عليه النار اتردد، وحطيت عليه شويه الزيت بتاعه. سيبته دقيقتين كده، وقلبت الرز كويس من فوق لتحت عشان يفضل مفلفل كده والجميل. تمام. هحطه بقى على جنب. وجهزت عندي العين الكبيره بتاع البوتاجاز اللي في النص. هبدا اشوي عليها، واديتها تتبيله السمك اللي هحطها لكل السمك عندي. جزر وفلفل وطماطم وتوم وشطه وبهارات. كمون، فلفل اسمر، شطه، كزبره. بضربهم في الكب عندي بنعبهم كويس. جبت بقى عندي الصاجه على البوتاجاز على العين الكبيره اللي في النص دي. احط الحامل وارفعي عليه الحامل التاني عشان يكون مرفوع عن البوتاجاز. الصاجه دي عندي صينيه صاج كده بتكوني مستغنيه عنها. تمام. بتقلبي بقى عندك الدقيق في السمك في الرده. تقليب كويس، وتكون الصاجه سخنت جدا. تحط بقى عليه السمك، ما تقلبيش الا لما ياخد لون من ناحيه التانيه. شغلي الشفاط وانت شغاله، مش هتلاقي دخانه ولا دقيق ولا اي حاجه. تمام. وانضف واحسن غسله السمك بتاعك وعصر عليه الليمون وزي الفل. خلاص كده. كده بقى الرز بتاعي جاهز في الجنب اهو خلاص، والسمك بتاعي خد لون كده بقلب فيه. وعندي بقى الطاسه او الجريلا على العين التانيه برضو، ودي الخلطه بتاع السمك. خلطه السمك دي احط منها السمك المشوي، واحط منها الحشي بقى السمك اللي هيتقلى. تمام. بدات عندي حطيت زيت في الطاسه بتاعتي اللي هناك دي يعني برضو عشان اقلي وانا بشوي كمان مع بعضه. وهبدا احط عندي الايه السمك بتاعي. هبدا احشي بطنه بالحشوه بتاعتي الجميله دي اللي هي ايه شويه شبت صغيرين كده، على كزبره، على فلفل، على شطه، على بصلايه صغيره، على شويه توم محترمين كده عندي، على طماطميتين. دول عملتهم في الكب مع كمون، كزبره، فلفل اسمر، شطه، ملح بس. حشيت السمك بتاعي كله اهو حشوه كده كويسه. تمام. وقمت جايه كمان ايه ده طبعا الحشوه دي متملحه، ده شويه كده يعني حشوه على السمك من بره. مقلباها عندي في الدقيق ده يا جماعه كان فيه معلقه يعني شويه دقيق وعليهم معلقتين نشا. تمام. وعليهم شويه ايه كركم كده صغيرين خالص، وشويه ملح صغيرين خالص بين صوابعك كده. تمام. وكمون. يبدا الزيت بتاعك يكون سخن قوي في البدايه، وتبدا تحط السمك اللي انت قلبتيه في الدقيق ده تحطيه في الزيت. تمام. بعد عندي ما ياخد لون من الجنبين كده وتكون النار عالية، ابدا بقى بعد ما ياخد لون من الجنبين خفيف ابدا اهدي النار شويه عشان السمك بتاعي كله يستوي. تمام. خد عندي لون من الناحيه دي كده، وهياخد كمان من لون من الناحيه دي. بعد ما اتاكد ان السمك خد لون من الجنبين خالص وعلى نار عاليه، ابدا اهدي النار بس يعني بتاع 5 دقايق كده عشان يكون برضه اتاكد ان السمك استوى من جوه. طبعا عندي السمك اللي بالشوي برضه النار عاليه، بتاع السمك المشوي نار عاليه على طول. تمام. اهو وانا بشويه بحط له شويه خلطه كده يعملوا لي ريحه وطعم حلو. وعندي كده ايه رشه زيت خفيفه خالص برشها عليه. ممكن ما تعملهاش الحركه دي، ان البوري ما شاء الله يعني بيحط زياده منه فيه. ما شاء الله يا جماعه الشوي الصاجه احلى 100 مره من شوي الفرن، لانه كمان ايه ما بينشفش السمك، بيخلي السمك طري ومستوي كمان في نفس الوقت، ما بياخدش معاك وقت ولا مجهود. برضو عندي الاتنين البلطي انا ما قشرتهمش من القشر بتاعهم ولا اي حاجه، انا فتحت بطنهم بس. خلاص هبدا احشيهم بالحشو واقلبهم في الرده برضو واحطهم ايه على الصاجه دلوقتي اهو. البلطي انا بحب السمك بتاعي يكون اصناف كتير متنوعه كده. يعني مش شرط تروحي تجيبي 2 كيلو او 3 كيلو نفس النوع، لا ممكن تجيبي 3 كيلو او 2 كيلو الكميه اللي انت بتجيبيها، او كيلو. بحب انوعه يبقى نوعين كده او 3 تاكلي انواع الاسماك كلها. تمام. هابدا بقى عندي السمكتين اهون البولت حشيتهم برضو هقلبهم في الايه الرده. ممكن تشويهم على فكره من غير ما تفتحي بطنهم خالص، عادي برضو.
يبقى جميل ما شاء الله. هو كله بيرجع لنوع السمكه بتاعتك، سمكه كويسه تمام، عينها بتلمع كده، سمكه الخرشوم بتاعها بيكون لونه احمر، ظهرها يكون تخين كده وحلو، وتكون سمكه حلوه مش لحمها مرق كده، تكون لحمه ناشفه كده شويه. تمام. قلبتهم في الرد بقى برضو، هنزل عليهم بالصاج اهو. دخلت التاني في جنب شويه برضو يا جماعه، الشاوي بتفضل ناره عاليه على طول، طبعا انا انطفيت على الرز، انما عندي السمك بتاع القليه اهو بيتقلم، هديت النار شويه بحيث ايه يستوى من جوه. هبدا بقى اطلع بعد شويه السمك المقلي واكمل بقيه السمك بنفس الطريقه اللي انا هقليه. أكلة السمك دي يا جماعة بتكون أكلة ممتازة ممتازة ممتازة، طبعا كلها فيتامينات كويسة قوي، مهمة جدا للجسم. وطبعا يعني الأكل تنويع برضو، مش هناكل كل يوم مثلا لحمة فراخ محاشي، لا السمك برضو جميل وطعمه جميل، ونعود ولادنا عليه عشان هو مهم. طبعا بجيب خلة أسنان اللي عاوزة تتأكدي من البوري بالذات، من الأمر إن هي مفيش فيهم دم ولا أي حاجة، بالخلة كده بالراحة، وتحطها فين عند بطن السمكة كده. لو طلعت نضيفة ما فيهاش أي دم يبقى السمك بتاعك استوى، عشان ما تسيبيش برضو مدة أطول في الشوي ينشف منك. تمام. لان السمكه بتاخد لون، بس اهم حاجه يكون لحمها ناشف من جوه، القشر بتاعها يتقشر من بره كده، ما تسيبهاش تنشف بقى خالص ايه وتتحرق كده. هبدا بقى اجيب عندي طبق كده ازاز او صيني اهو. تمام. وابدا احط عليه شويه من الخلطه اللي انا كنت عاملاها بتاع الحشو دي برضو، طبعا متملحه وطعمها جميل. اطلع عليه البوري بقى كده. تمام. اهو. في ناس بتجيب اكياس وتلفه في استرتش او مش عارف ايه، والكلام برضو بيبقى جميل، بس انا دلوقتي اهو هحط بس عليه شويه خلطه من فوق من تحت، وارشه كده شويه ملح صغيرين صغيرين خالص، وغطيه بقى بغطا الاول، وملفه الايه السمك ده بعد ما لفت، بعد ما غطيتيه بغطا بكيس كده بس، شويه السمكه هتعرق تشرب بقى من الايه من التملحه بتاعتها الحلوه دي، تبقى طعمها جميل قوي. تمام. هخرج برضو السمك اللي اتقلى واحط غيره برضو. طبعا لون السمك بيرجع لكم، في ناس بتحبه فاتح شويه، في ناس بتحبه غامق شويه. انا بحب السمك المقلي يكون لونه متحمر حلو كده. تمام. بديله لون وبعد هدي عليه النار شويه بحيث ان هو يكون مستوي برده من جوه. تمام اهو. طلعي اللي هو استوى عندك وكملي الباقي برده. طبعا يا جماعه الطريقه دي يعني بصراحه يعني ما بتاخدش مني وقت نهائي. بكون مولعه على الرز، طبعا في ناس بتحب الرز صياديه، بتحب رز احمر، اي حاجه انت حر فيها. الاكل بتاعي كله جاهز، السفره بتاعتي جميله مخلل وبصل وليمون، والرز بتاعي تعملي رز صياديه، رز بقى حبايه وحبايه اللي انت عايزاه. تمام. والاكله بتاعتي كده جميله، مع الف سلامه، واشوفكم في فيديوهات تانية جديده.